ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنحكي قصتين رعب حصلوا بالفعل لأشخاص حقيقيين. أول قصة بتحكي بنت بتقول كان عندي 17 سنة، وفي يوم كانت أمي تعبانة جدا بس الوقت كان متأخر، فنزلت أنا وأختي علشان نروح الصيدلية ونجيب لها الدواء، وفضلنا ماشيين ولكن كل الصيدليات كانت قافلة. واحنا ماشيين في الطريق كان الطريق كله كان ضلمة والجو كان شتا والهوا كان شديد جدا، وفي الشتاء يعني ما بيبقاش في ناس كتير في الشارع، خصوصا ان الوقت كان متأخر، محدش كان ماشي غيري انا واختي. المهم فضلنا ماشيين مسافة طويلة علشان نوصل للصيدلية اللي مفكرين ان هي هتكون فاتحة ونجيب منها الدواء لوالدتي. واحنا ماشيين قابلنا ست عجوزة قاعدة على جنب الطريق، وكانت لابسة عباية سودا وطرحة سودا وماسكة في ايديها حاجة حاطة فيها شوية هدوم. المهم الست دي لقيتها بتشاور لي بايديها، فقلت لاختي اروح اشوفها عايزة ايه، بس اختي قالت لي خليكي ماشية في وشك وملكيش دعوة بحد. فانا لقيت الست بتشاور لي تاني، قلت لها لا انا هروح اشوفها محتاجة ايه، يمكن عايزة حاجة ودي قاعدة لوحدها. وسبت ايد اختي ورحت فعلا علشان اشوف الست دي محتاجة ايه. واول ما قربت عليها مسكت ايدي جامد وفضلت بصة في الارض وهي بتكلمني. فانا قلت لها انتي محتاجة حاجة؟ ردت وقالت لي انا كنت جاية هنا لبنتي بس معرفش هي مكانها فين ولا عنوانها فين، فلو ينفع تاخديني وتطلعيني على اول الشارع. فانا لسه هقول لها طبعا عادي ولسه هشدها علشان تقوم، لقيت اختي بتقولي ابعدي عنها وابعدي ايدك عنها. فانا بصيت لاختي بكل عصبيه وان انا متضايقه انها ليه مش عايزه تساعد الست دي. بصيت لها وقلت لها انت عايزه ايه؟ ما تسيبيني اساعدها، هو في ايه وابعد عنها ليه؟ وفجأة ببص ناحيتي ملقتش الست مكانها، ولقيت مكانها قطة سودا غامقة جدا وعمالة تبصلي بشكل مرعب. المهم جريت على اختي وفضلنا نقرا قرآن وخدنا الطريق جري لحد الصيدلية، وفعلا جبنا المسكن والأدوية لوالدتي وخدنا الأدوية ورجعنا تاني من الطريق ده عشان نروح، هو ده الطريق الوحيد اللي يوصلنا للبيت. وانا ماشية انا واختي ملقناهاش في مكانها، ولكن لقيناها واقفة بعيد وعمالة تشاور لنا. فانا واختي خدنا الطريق جري لحد اول الشارع ولقيناها واقفة مستنيانا وعمالة تشاور لي ان انا اروح لها. اختي قالت لي اقري قرآن، وفضلنا نقرا آية الكرسي طول ما احنا ماشيين، وفجأة أذن الفجر والست دي اختفت. ومن يومها واحنا مبننزلش في وقت متأخر ولا بنروح لأي حد ينادي علينا. تاني قصة معانا وهي الولد بيحكي ان هو في يوم كان ماشي هو وصاحبه، يعني حسوا بزهق فقرروا ان هما يمشوا لمسافة طويلة يعني، وفضلوا هما ماشيين يفتكروا في قصص حصلت معاهم قبل كده وحكايات، وفضلوا ان هما يضحكوا ويلعبوا ويهزروا يعني هما ماشيين. فالوقت خدهم وما حسوش ان هما مشيوا المسافة دي كلها، ولقوا نفسهم ان هما بعدوا عن القرية بتاعتهم ووصلوا لقرية تانية يعني بعيدة عنهم. فقرروا ان هما يرجعوا تاني، بس في ولد منهم قال انا مش هرجع، ارجع انت لوحدك وانا هكمل مشي واوصل لبيت خالتي اسلم عليها. فصاحبه رد عليه وقال له خالتك دلوقتي الوقت متأخر ومفيش حد بيزور حد دلوقتي. فرد عليه وقال له لا انا هروح اشوفها وابنها كان تعبان وانا ما رحت لهمش، فبالمره يعني مادام انا جيت هنا هروح ازورهم. وبيقول فعلا صاحبي ده كمل طريقه للقرية وانا كملت طريقي علشان ارجع لقريتنا، بس قررت ان انا اخد طريق مختصر، هو فعلا طريق فاضي وشكله مرعب ولكن مختصر علشان امشي لوحدي، انا ماشي لوحدي واوصل بسرعة ومحسش بالملل وان انا اكون خايف وقلقان من طول الطريق. بيقول فعلا كملت في طريقي للقرية بتاعتنا ولكن من الطريق المختصر ده اللي هو مقطوع تماما ومفيش حد ماشي فيه. بيقول وانا ماشي سمعت صوت حد بينادي عليا، بس انا مديتش اي اهتمام، قلت مين اللي عارفني اصلا او شايفني في المنطقة المقطوعة والضلمة دي. كملت المشي شوية ولكن الصوت عمال يقرب مني ولقيت حد عمال يقول استناني. ففجأة لقيت نفسي بقف وبقول يمكن صاحبي مثلا مراحش يزور خالته،
وفعلا لقيته بيقرب عليا وبيقولي انا ما رحتش زرتها، انا رحت خبطت عليهم وطلع حد من جيرانهم قالي ان هما راحوا يزوروا حد. المهم ان انا مشيت انا وهو وكملنا الطريق، وفجأة لقيته واقف في نص الطريق وبيقولي انا ضاع مني 20 جنيه واحنا جايين انا وانت من الطريق ده. بيقول انا استغربت لان احنا ما جيناش من الطريق ده وجينا من الطريق الرئيسي، وبعدين ايه 20 جنيه اللي هتخليك تقف تدور عليها في وقت متأخر زي ده وفي مكان مقطوع؟ فقلت له خلاص معلش نيجي ندور عليها الصبح. قال لي لا وهو متعصب وقال لي انا مش همشي من هنا غير لو لقيت ال20 جنيه دي. فقلت له خلاص انا هديها لك من معايا. فقال لي لا ومش همشي غير وانا الاقي ال20 جنيه. قلت له خلاص كمل انت تدوير عليها وانا هروح علشان انا تعبان. رد بكل عصبية وفضل يترجاني ويقول لي متمشيش والنبي وندور على ال20 جنيه سوا، وبدأ ان هو يتعصب. فانا حسيت ان في حاجة غلط، صاحبي ده عمره ما كان كده، وبعدين ما ضيعش حاجة كبيرة علشان نقف ندور عليها، دي 20 جنيه وانا مستعدة ادفعها له. المهم بدأت افكر هو ازاي عرف اصلا ان انا ماشي من الطريق ده مع اننا جايين من طريق تاني، وحتى لو عرف ان انا ماشي من الطريق ده ازاي وقع ال20 جنيه هنا، ودي اصلا اول مرة يعدي من الطريق ده لاننا جايين من الطريق الرئيسي. المهم قررت ان انا اطلع الكشاف بتاع التليفون بتاعي واحط الفلاش على وشه واشوف ده مين، وفعلا طلعت الفلاش وحطيته على وشه. وهنا كانت الصدمة، بيقول لقيت ان ودانه كانت شبه ودان الشيطان، وكمان بيضحك بابتسامة غريبة جدا، ده غير ان عينه كان لونها ابيض. بيقول انا فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأت ان انا اقرأ قرآن وادعية لحد ما اختفى، وخدت الطريق ده جري لحد ما وصلت لبيتنا. ومن يومها وانا مبمشيش بالليل في اي طريق من الطرق، خصوصا الطرق اللي انا عارف عنها معلومات او سمعت عنها حكايات غريبة زي الطريق اللي احنا مشينا منه ده. ودي كانت قصص النهاردة. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتعملوا كومنت لو الفيديو عجبكم ولا لأ، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة لو اول مرة تشوفونا. وبس كده.